السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة قنيطرة مدينة بكم معنا في الفيديو. إذا نحن الآن في الحاج منصور الفوارات في أقصى نقطة قريبة من الطريق السيار. هذا الفيديو غادي نرجعو للحديث عن حالة الطريق في الفوارات قبل أن نتوجه إلى المخاليف وعين السبع المدخل الشرقي للقنيطرة عبر الطريق التي تربط ما بين الطريق الوطنية رقم 1 وعين السبع. سمعت حديثا في الانترنت أنه سيتم تثنية هذه الطريق المهمة في إطار مشروع الطريق المدارية لمدينة القنيطرة. أتمنى أن الحديث يكون صحيح. كما قلت لكم غادي نعاودو نرجعو للموضوع ديال حالة الطريق المتردية للأسف في الشارع الرئيسي ديال الفوارات، على الرغم من أنه كان محطة ديال الإصلاح في الفترة الأخيرة، ولكن الوضعية ديالو زادت سوءا للأسف. كما كتشوفوا حالة الطريق المليئة بالحفر. إذن هذه الطريق التي تربط ما بين مدخل قنيطرة من الطريق الوطنية إلى عين السبع مرورا بالمخاليف. كما قلت هناك حديث عن مشروع لتثنية هذه الطريق، وسيكون هذا المشروع آثار إيجابية على حركة السير في المدينة، تخفف الضغط على شارع المسيرة الخضراء. هذا على ما بان شي ثانوية واقيلا، ولكن شحال هادو هي في طور الأشغال. إذا وصلنا إلى المخاليف، وبالضبط إلى التجزئة الجديدة بالمخاليف. مدرسة أحمد بلافريش.
إذا وصلنا إلى مدخل المسيرة من الطريق السيار أو المدخل الشرقي لمدينة قنيطرة. هاد الهديم اللي كتشوفو هو منطقة كانت تسمى سابقا بالصومال، تم هدمها لأنها كانت سكن عشوائي، والآن هناك تجزئة جديدة. وهناك مشروع لتطوير المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة. إذا وصلنا لبداية شارع المسيرة الخضراء بعين السبع. كما قلت، هناك مشروع لتطوير المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة. أتمنى يكون واحد المشروع في المستوى، في حجم مدينة مليونية أو تقريبا مليونية كمدينة القنيطرة. يلا انتهينا من الفيديو ديالنا، نتمنى أنه عجبكم وكان مفيد لكم. ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وما تنساوش تتابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي: يوتيوب، انستغرام، وفيسبوك.